اللهم صل على النبي. يعني ما تلاقيش حد ينظف سمك بالنظافه بصي، دي. اللهم بارك، الله يقويك يا ام احمد بجد، الله يقويك. كده شغل ام احمد. بصوا كده، انا لا، لسه عمر باشا بتكلم كله ما بقول تلاقيش حد ان ينظف. الشغل عند حضرتك هنا بجودة وطعم المطاعم. هو يعني عمرو الدورة اللي هو صاحب المحل بيهتم بحته النظافه وتطبيق الحاجه بتاعت الناس دي اللي يخص اهم حاجه. والماتيريال نفسه اللي شغال فيها برضه. ايوه، هي اهم حاجه عند عمرو اللي هو يسلم الزبون يطلع مبسوط، بس اهم حاجه. فعلا بجد انا اشهد لك بالحته دي الصراحه، واشهد لك بجد ان انا دقت السمك بتاعي انا نفسي اخدته بجوده المطاعم وطعم المطاعم بجد. بجد الله ينور عليكم. بصوا يا جماعه، بصوا النظافه، شايفين النظافه والشغل، صلاه النبي ما شاء الله، وشغل بيتي. وريني يا قلبي، انت سلم ايدك، سلم ايدك ويديك الصحه يا رب ويقويك يا حبيبتي. انا موجوده معاكم عند اسماك حسن عبد سوق باب عمر باشا، محطه مصر اسكندريه. كل حاجه موجوده، حتى الوجبات موجوده ان شاء كل الله. حاجه موجوده يا ست الكل والله. يعني انا اقول لك حاجه، ممكن الاسعار وانضف حاجه ربنا بيرزقنا طبعا منها عشان خاطر النظافه بتاعتنا. بجد ما شاء الله. والاسعار هنا مثلا تناسب اي حد. انت حتى بتهتم بالسلطات وبتهتم بالرز وكل الزبون المسائل. بيجي مثلا عايز رز، بيشتري سمك، عايز وجبه كامله متكامله. انت اللي ربنا يبارك لك يا قلبي، يا رب يا حبيبتي يديك الصحه يا رب. ادعوا لها كتير يا جماعه بالله عليكم. مثلا بتصور الحاجه اللي بتجيب جوه. اللهم بارك.